تعالى نعرف عشان ايه. عشان عدم تطبيق القانون واعماله اعمالا صحيحا. الاصل ان تطبيق القانون واعماله اعمالا صحيحا ده من واجب القاضي دون طلب الخصوم، يعني انزال القواعد القانونيه الصحيحه على الواقع ايا كان الطلبات اللي استند اليها الخصوم في طلباتهم او في دفاعهم. ليه بقى؟ عشان محكمه اول درجه وثاني درجه حكم بالتعويض استنادا الى اتفاقيه وارسو القديمه، وكان يجب عليهما انزال القواعد القانونيه الخاصه باتفاقيه مونتريال، وهي اتفاقيه احدث صادره سنه 2004 والتي تحمي حقوق الناقل والمسافر بشكل عادل. الاتفاقية الجديدة قالت ان لو كان التأخير بسبب عطل مفاجئ وان الشركة عملت كل اللي عليها فالقاضي ما بيحكمش بتعويض. والاخطر ان القضية لازم تترفع خلال سنتين والراكب كان خلاص عدى الميعاد، فمحكمة النقض نقضت الحكم. عشان كده التفاصيل الصغيرة في القانون ممكن تقلب مصير القضية، والعدالة وجدت طريقها في النهاية. فالدرس المستفاد من الفيديو ان التفاصيل الدقيقة في القانون ممكن تغير تفاصيل القضية، ومحكمة النقض هي حارس العدالة اللي بتصحح كل الاخطاء دي. تابعني عشان اقول لك كل القضايا اللي بتغير المعادلة.